يعني ما بقتش عارف، يعني الواحد ياخد له اجازه شويه ويقول مش هعمل حلقات اصلي ما فيش اخبار. مفيش اخبار بقى. هما اسبوع ريحته، انا فجاه ترك 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 ترك، انتقالات بالهبل واخبار كتيره بالهبل، والدنيا اتشقلبت فجاه في خلال هذا الاسبوع. والصفقات اللي كنا بنقول عليها بقالنا كتير وبنقول بعيده وخلاص لسه خالصه من قريب، صفقات كتير زي ارسنال خلاص حسم الصفقه اللي نفسه فيها، وعلى الناحيه التانيه ليفربول يعني بيصرف وبعزقها السنه دي، ومانشستر يونايتد اللي بيتم الصفقه وبيدور على صفقه تانية بعذاب كبير وبيستغلوا يونايتد ياخدوا منه فلوس باي شكل. وعلى الناحية التانية برشلونة اللي ماشي بالسياسة غريبة الفترة دي، مش عارف هل هو دي صح ولا هما بيهبلوا بتمشي معاهم كده ولا لأ. والدوري السعودي اللي شغال نار، يعني بعزاء يمين وبعزاء شمال، وشكل الدوري السعودي ده هيبقى مفاجأة جبارة السنة الجاية، ممكن يدخل من أقوى الدوريات الخمسة. وبرضه هي مش انتقالات لعيبه بس، بل هي كمان انتقالات مدربين، فبنشوف مدربين بيحسموا مصيرهم، مدربين بيروحوا الانديه والمنتخبات. قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتتابعنا، الاكونتات موجوده في الديسكريبشن. و ليتس جو. اهلا بكم من جديد، ونبدا اللفه. نبدا اللفه فين؟ في انجلترا عند ارسنال يعني تعبت منهم الصراحه. حلقات بيعملوا صفقات كتير وبيتكلموا على لعيبه كتير، اكتر نادي بياخد مني مجهود في المونتاج. وخلاص صفقة ديكلان رايس اخيرا تمت ورسميا تمت بعد ما يعني بيحاربوا على الصفقة دي. كان بيحاربوا على الصفقة دي بقالهم كتير جدا. الصفقة بتتم رسميا 100 مليون، مبلغ كبير جدا. ارسنال كان حاطط السقف للصفقة دي 80، لكن لما لقى أندية تانية داخلة وداخلة بأرقام كبيرة وهو عارض قليل جدا فزود لغاية 100 مليون والصفقة تمت. اللاعب عايز ارسنال، اللاعب عايز يقعد في انجلترا وخلاص رسميا تمت. ناقص بس يعمل الفحوصات الطبية ويتم الإعلان الرسمي عن اللاعب. وبرضه صفقة تانية هو كاي هافرتس ب 80 مليون من نادي تشيلسي. صفقة شايفها غريبة. كاي هافرتس هيفرق شوية مع النادي، لكن في اهتمامات تانية كنت ممكن تجيب حد تاني بال80 دي، لكن هم راحوا لكاي هافرتس. كان لاعب كويس مع تشيلسي لكن مستواه بدأ ينزل، فتجربة جديدة في أرسنال، ممكن ينفجر وممكن يفضل زي ما هو. 80 مليون على كاي هافرتس أعتقد كتير، لكن هنشوف هيقدم ايه، هل هيخيش ولا هيجيب اعلى من ثمنه ويبقى مفاجأة الموسم. وبتتكلم على اللاعب تيمبر من اياكس، اللاعب المدافع اللي كان عايزه تنهاج في بداية اول ما جه خالص مانشستر يونايتد، كان بيحاول يجيبه هو ومارتينيز عشان يكونوا هما قلبين الدفاع. تيمبر كمان ممكن يلعب باك ليفت وباك رايت، يعني بيلعب في الرباعي الظهر كله. لعيب هيفرق جدا. ارسنال برضو داخل يتكلم فيه، اياكس طالب فيه 40 ل 50 مليون يورو، رقم كويس بالنسبه للاعب بيلعب في كل المراكز دي. لاعب جوكر، يعني وقت ما يحصل اي عجز في اي مركز يقدر على طول ارتيتا ياخده ويحطه في اي حته وهيأدي دور عالي جدا. وبتتكلم برضو على الصفقه اللي انا كنت بقول يعني من حلقتين فاتوا تقريبا ان هي قريبه لارسنال وهو اقرب حد لارسنال، هو جواو كانسيلو. الكلام بيبتدي يدخل معاه اقوى واقوى، بعد ما كان في طرطيش كلام كده ان كانسيلو ممكن يروح لارسنال، لكن الكلام الاقوى كان لبرشلونه، وبرشلونه لسه داخل الصوره، لكن دلوقتي الكلام الاقوى على ارسنال. ارسنال دلوقتي حابب يبقى عنده عنصر زي كانسيلو هيفرق جدا، هو وسيجينكو وتيرني في الناحيه الشمال، هيبقى التلاتة جبارين. يقدر يعتمد. كانسيلو ممكن تحطه برضو باك رايت باك ليفت، تحطه قدام تحطه ورا تحطه في اي حتة برضو مفاجأة. برضو هيفرق جدا مع النادي. برضو تقريبا السيتي طالب فيه مبلغ كبير شوية، ارسنال بيحاول يضغط على النادي بما ان جوارديولا مش عايزه، وجوارديولا كده كده مش يلعبه، فبيضغطوا على بعض عشان خاطر ياخدوه بمبلغ قليل. صفقة لو تمت هتكون صفقة جبارة. برضو على الناحية التانية برشلونة داخل، لكن ده هنيجي لما نتكلم على برشلونة. وبتتكلم برضو ان هم يعني برضو بيجسوا نبض حارس اونانا، يعني لان انديه كتير داخله في صفقه اونانا هم من ضمنها، لكن هم برضو بيجسوا النبض زي كانسيلو في الاول. ممكن لو هم فعلا محتاجين يدخلوا فيه بقوه، وخصوصا ان هم محتاجين حد يبقى مع رامز ديلي يبقوا الاثنين نفس المستوى، ف ما اعتقدش انها تتم، لكن هم بيجسوا النبض برضو في اونانا. وليفربول اللي يعني فك الكيس وعمال يبعزق،
بتتكلم مضى مع اللاعب دومينيك ب70 مليون يورو المجري من لايبزيج ألمانيا، شرط جزائي كبير 70 مليون. تتكلم برضو مايك أليستر كانوا جايبينه ب50. تتكلم ان هم في كلام على كامارا برضو من فرانكفورت، الكلام تقريبا بيخلص، ناقص بس يعني النادي عايز يزود شوية، وليفربول بيحاول على قد ما يقدر يوفر، لكن لو زنقت هيخلصوا فيه ويجيبوه على طول. برضو اللاعب راندال كوليماني برضو في كلام منه ان هم ياخدوه هو كمان من فرانكفورت، لكن ليفربول السنة دي مبعزقها على الاخر وعنده تشكيلة قوية جدا. اعتقد ليفربول هيرجع لموسم قوي جدا بعد الصفقات الكتير اللي عملها السنة دي. ومانشستر يونايتد اللي شغال في لعيبة كتير جدا، يعني الاندية اللي بتضغط عليه. يعني ميسون ماونت صفقة كانت بادية ب30، بعد كده 35، 40، 45، 50، فضل ثابت على 50 شوية، 55، بعد كده وصل 60، دلوقتي 65 مليون يورو تقريبا صفقة ميسون ماونت إلى مانشستر يونايتد. صفقة هتفرق جدا. لعيب زي ميسون ماونت مع برونو فرنانديز مع كازيميرو، التلاتة هيبقوا جبارين. تتكلم ميسون ماونت بلاي ميكر، خط نص، يمين شمال، هيلعب، هيفرق جدا. انا بس يعني عايز اعرف ليه رقم 7 يعني. ميسون ماونت حلو وكل حاجة، بس رقم 7 ده تقيل قوي على ميسون ماونت وصعب بالنسبة له. ممكن ينفجر ويبقى معجزة، وده اتمناه اكيد، لانه لو خيش بالرقم ده هتكون كارثة، لان انت جايبه برقم كبير جدا. فهنشوف. هو واضح انه فرحان واخد ثقة ومبسوط وحابب التجربة. اتمنى انه ده يخليه يأدي اداء ايجابي. بتتكلم برضو على اونانا، ومان يونايتد اكتر نادي داخل في صفقة اونانا، برضو ماشي واحدة واحدة مع انتر ميلان، بيعلي في السعر واحدة واحدة لغاية ما يجيب اخر الانتر. واعتقد ان هو بنسبة كبيرة هيجيبوا اونانا، لان انت بتتكلم عن ديفيد دخيا لحد النهاردة عقده ما اتجددش، وديفيد دخيا عقده بيخلص الصيف ده، فلحد دلوقتي اللاعب ما جددش، لحد دلوقتي مفيش اي كلام. ومع كده بتتكلم ان هو جاي له عرض من اسبانيا من نادي اتلتيكو بالباو، عرض سنه كده ولا حاجه، وجاي له عرض من السعوديه بمبلغ كبير جدا، راتب ضخم من النادي الاهلي السعودي. فاللاعب جاي له عروض، فمعرفش هيكمل، هيخرج بعد السنين دي كلها، يرحل ديفيد دخيا من مانشستر يونايتد ويجي اونانا، ولا هم سايبين دخيا وبيحاولوا يشوفوا طب لو اونانا ما جاش نخلي دخيا. انا مش فاهم لحد دلوقتي هم عايزين ايه بالظبط، يعني هم عايزين اونانا ولا دخيا ولا هم بيعملوا ايه؟ اعتقد ان هم بيحاولوا في اونانا، ولو صفقة اونانا فشلت هيجددوا لدخيا، نجحت دخيا هيمشي مش هيجددوا له. معرفش، لكن حتى الان الامور كلها واقفه. صفقه اونانا مفيش اي جديد فيها، دخيا زي ما هو حتى هذه اللحظه، اللاعب لمانشستر يونايتد وعقده متجددش، والاهلي السعودي بيفاوض اللاعب مستني حابب يكمل في مانشستر يونايتد. هنشوف ايه اللي هيحصل الفتره الجايه في الصفقات. وبتتكلم برضو على اللاعب جادون سانشو اللي جاء من بروسيا دورتموند، ويعني دفعنا فيه كتير وطلع فيستك 80 مليون. بتتكلم انه اللاعب عايز يمشي، بالاداره عايزه تمشيه، تنهاج مش شايفه معاه في الصورة، ولا يمين ولا شمال. يعني انت بتتكلم يمين عندك راشفورد وجرناتشو، بتتكلم في الشمال عندك انتوني، واوقات برونو هو بيدخل في الناحية دي، ومع كمان وجود ميسون ماونت فممكن يبقى برونو هو اللي على اليمين وميسون ماونت في النص. بتتكلم ان الموضوع بقى صعب على سانشو، وخصوصا هو بينزل ما بيأديش قد كده. فاعتقد ان نهاية سانشو مع اليونايتد. ولحد دلوقتي ما جابوش الصفقه اللي هم المفروض يجيبوها، السترايكر. لحد دلوقتي انت عندكش سترايكر غير مارسيال، وده يعني بلاش، مش عارف اقول عليه ايه يعني. حول ولا قوه الا بالله. راح يبعزق لي 60 مليون في لاعب خط نص ومديله رقم 7، وعايزين راس حربه، حاجه عجيبه. تتكلم برضو ان هو برضو داخل في صفقه رابعه ولا صفقه 6، صفقه كتير قوي. هو سفيان مرابط اللي اوروبا كلها بتتخانق عليه، مانشستر يونايتد برضو داخل في الخط بقوه مع بايرن ميونخ، الاتنين بيتنافسوا عليه بمنتهى القوه. واعتقد مانشستر هو الاقرب. مانشستر برضو مش عايز يدفع فيه اكتر، يعني اخره 50، النادي طالب 60، بايرن جاهز، لكن هو اللاعب لسه بيفكر، ومانشستر لسه برضو بيشوفوا يستاهل ال60 ولا خلينا في ال50. هنشوف هيحصل ايه في الفتره الجايه، لكن اعتقد سفيان مرابط هيروح لبايرن ميونخ. تتكلم عن مان سيتي، كوفاشيتش وصل بالسلامه، وده قلناها الحلقه اللي فاتت، وجوندوجان لبرشلونه. مفيش جديد، هما دول هوس
وياخد الدوري في الاخر. وننقل على طول مادام جبنا صورة جندوجان وبرشلونة، ندخل على طول على الدوري الاسباني. وبتتكلم برشلونة اللي جاب جندوجان خلاص رسمي، وجاب اللاعب إناجو مارتينيز مدافع اتلتيكو بالباو السابق. يعني مش عارف، يعني الراجل كبير والراجل مش عارف يعني وجهة نظر تشافي ايه. تتكلم برضو ان في كلام على صفقة جواو كانسيلو، برضو بيحاولوا يدخلوا في جواو كانسيلو برضو مع رحيل جوردي ألبا، مبقاش عندهم غير بالدي فمحتاجين حد تاني. فكانسيلو بيحاولوا يضغطوا على السيتي ياخدوه برضو 45-50 بالكتير. برضو الناحية التانية أرسنال داخل، فلسه اللاعب بيشوف. أعتقد إن هو عايز يفضل في إنجلترا عشان ينتقل من السيتي وجوارديولا. الأنسب ليه إيه؟ أعتقد برشلونة هتكون هي الأنسب ليه. كانسيلو فرصة لعبه أكتر وفرصة تألقه أكتر في ظل المشروع الجديد، وبرضه مشروع أرسنال كويس. لكن في أرسنال أنت بتتكلم في سيجينكو وتيرني، فبرشلونة مفيش غير بلدي، فأعتقد هتكون هنا الفرصة هناك أنسب وأحسن ليه. ميلان، الميلان عشان اتجننت من الميلان، يعني حول ولا قوة إلا بالله. يعني النادي كان منهار وراح في داهية، ابتدى يقوم من 3 سنين تقريبا من بعد الكورونا، وبيولي ومالديني والمشروع مش عارف ايه ولياو وتونالي وماينان والمشروع والدوري وشامبيونز ليج وي 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 والفرقة بقت كويسة وحلوة واللعيبة شباب واللعيبة متناغمة. ايه اللي انت بتعمله ده؟ يعني انت حتى مستنيتش المشروع يكمل او يكون المشروع خلاص مثلا ايه عمل حاجه، وما انت لسه المشروع في بدايته، لسه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه ما عملتش حاجه. راح يمشيني مالديني، رايح يمشي تونالي، وراح مين لوفت تشيك ده؟ مين ده؟ مين يعني؟ مين هيعمل ايه ده؟ رايح تجيبه ليه؟ هتموت عليه ليه؟ انا مش فاهم. يعني انت ممشي تونالي 80 مليون وراح تجيب لوفت تشيك ايه ده؟ راح تمشي واحد من اهم العناصر. انت تونالي وبن ناصر دول ما يخرجوش من الملعب. تونالي وبن ناصر عناصر مهمه جدا جدا. راح تمشي تونالي 80 مليون. وعلى فكره انا كنت فاهم القصه ان اللاعب هو اللي عايز يمشي والفلوس. القصه طلعت العكس، هو اللاعب اللي عايز يقعد والنادي اللي عايز يمشيه. اصل جايله فيه 80 مليون والنادي كده كده بخيل ما بيدفعها، امشي. واللاعب كان عايز يقعد وقعد يضغط على الاداره ولا مش بس اضطر. خلاص مفيش، الاداره مش عايزاك. ف حاجه غريبه. عفرتني اكتر ان هم ادوا 8. يعني انت لا، انت ما سبتش الجمهور يزعل، انت جبته على طول لفت تشيك اديله 8. انت بتاكد يعني ان تونالي مشي؟ يعني انا لاخر لحظه كنت بكدب واقول لا لا تونالي قاعد، تونالي قاعد، تونالي قاعد. يوم جاي لفت تشيك رقم 8 اللي هو بيأكد اللي هو تونالي مشي. لو جنني اكتر بقى رايح يجيب بوليزيتش. يعني بوليزيتش وزياش بيتكلم معاهم بعد ما الصفقه فشلت مع زياش من النصر. يعني انا لسه، هو تشيلسي ده مغاره علي بابا؟ يعني في عقد بين الميلان وتشيلسي ان هم يجيبوا من بعض لعيبه. انت رايح لوفت تشيك من تشيلسي وبوليزيتش من تشيلسي وزياش ليه؟ يعني مش يعني هيدوم لك ببلاش؟ ما انت هتدفع. والدوري السعودي عشان نختم، يعني طبعا مش حافظهم فهقراهم. يعني انت بتتكلم مندي في الاهلي السعودي بصفقه غريبه جدا بالنسبه لي. تتكلم على مين ده؟ كوليبالي في الهلال. تتكلم فيرمينو في الاهلي. تتكلم مع اسمه ايه ده، جوتا. تتكلم على مش جوتا بتاع ليفربول، جوتا بتاع سيلتيك. وبروزوفيتش. جوتا راح الاتحاد وبروزوفيتش راح النصر. يعني ماني ماني ماني، فلوس على طول. راحوا جابوا لعيبه جبابره. يعني دوري لا هيبقى جبار. فهيبقى دوري يعني جميل، هيبقى كبير جدا قوي جدا السنه الجايه. اعتقد ان انا هتفرج عليه بعد كل الاسماء دي. فمنافسه غير عاديه وفلوس بالهبل. وبتتكلم ان بايرن ميونخ بيتكلم مع اللاعب ترام، لاعب نيس الفرنسي. كان ليفربول بيتكلم عن اللاعب ده وارسنال كان بيتكلم عن اللاعب ده، بعد كده سابوه وابتدى بايرن ميونخ هو اللي يتكلم معاه. بتتكلم برضو على اللاعب ناثان كولينيز، لاعب وولز راح لنادي برينتفورد. وبتتكلم على لاعب الحارس بارت، حارس اندرلخت راح لبرايتون. اللي بعد تقريبا سانشيز هيتباع او حاجه كده مش متاكد. كده دي شويه صفقات كده على الماشي برضو، لو حد مهتم بيها في الفانتزي ممكن حد يبص على اللعيبه دي. وبس هي دي كانت الحلقه. لو عجبتك متنساش تعمل لايك سبسكرايب، وقول لنا ايه اكتر صفقه صدمتك وايه اكتر صفقه عجبتك،
ومين اللاعب اللي انت متوقع ان هو ينفجر السنه دي من الصفقات الجديده. بس هي دي كانت الحلقه، متنساش تعمل لايك سبسكرايب وسلام.